رايحين فين؟ رايحين المدرسة؟ لا مش المدرسة، الأول رايحين فين وبعد كده المدرسة. قبل ما نبدأ الفيديو كل يصلي على الرسول. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ جايه لكم فيديو جديد النهارده. حبيت أغير معاكم بقى، ولا روتين في البيت ولا في المطبخ. حبيت نقضي اليوم. النهارده رايحين فين؟ جنة رايحة البسين، هتروح النهارده، عندها تمرين. هي بتبقى عندها تمرين يومين في الاسبوع، فالنهارده قلت بقى ايه نقضيه مع جنة، ونقضي الفيديو النهارده مع جنة وهي رايحه البسين. هنا كانت راكبه ورايحه راكبين التاكسي ورايحين. الدنيا شمس والجو جميل ومشمس وجميل جدا، والجو كان رائع النهارده ما شاء الله، كان شمس ودفى وجميل جدا. هي كانت قلت لها جنة بلاش نروح النهارده، قالت لي لا انا بحب حسب رغبتها، بس هي ليها يومين في الاسبوع لازم تروحهم، فانا طبعا بخيرها كمان، لان هي بتبقى برغبتها بتعمل الحاجه احسن. لما بتبقاش ليها مزاج لحاجه بتبقاش مستعديه ليها. فانا قلت ايه، قلت لها هتروحي يا جنه؟ قالت لي اه. قلت لها يلا. الجو زي ما انتم شايفين كده، بصوا شمس جميله طالعه والدنيا دافيه، ورحنا لقينا الميه كمان دافيه وجميله. البسين مش ساقع ولا حاجه، لا الميه بتاعته دافيه وجميله، وانا ببقى معاها على طول بطلعها من البسين اخديها الشاور بتاعها ومتاخدش هوا الحمد لله. شايفين انا بوريكم هنا الجو جميل ازاي ومشمس ازاي وجميل، شايفين؟ بس هنا بقى ايه داخلين على البسين بتاع اللي هتتمرن في جنة. هنا بقى خلاص جت اهي جينا. انا طبعا ملبساها المايو من البيت، بلبسها المايو في البيت عشان ما تخشش تغير وتقلع وتضيع وقت وتاخد وقت جامد في الغيار. بتروح على طول بمجرد الجاكيت اللي فوق بقلعه لها وتبقى لابسه المايو من تحت. تنزل بقى مع المدرب بياخدها. احنا كان عندنا 3 مشاكل. ال3 مشاكل، اول واحده ان هي جنة كانت اول ما تشوف بسين لازم تنط فيه، عايزه تنزل وخلاص بهدومها كنا في فرح وعايزه تنزل تنط في قلب البسين بهدوم الفرح يا جنة ما ينفعش، يا جنة ما ينفعش، لا انزل، لا انط، لا انزل. فطبعا الموضوع ده كان مضايقني جدا، لان هي طبعا بتبقى يعني قلت لا مش هحضر افراح بقى فيها بسين ولا فيها حمام سباحه ولا كده هوت، فقلت لا مش هحضر افراح كده عشان خاطر جنة. فطبعا لما راحت الاكاديميه خلوا لها الحته دي، قتلوا حته الجراءه الزايده ديت، ان الجراءه الزايده مش كويسه للاطفال برضو. ان هم قالوا لها انت المدرب اول مره برضو اول مره راحت البسين فيها قالت لي انزل هنط لوحدي هنط، فالمدرب بتزعق. فالمدرب قال لي في ايه في ايه، قلت لهم عايزه تنط في البسين لوحدها. قال لي طب سيبيها. قلت له لا تشرق. قال لي سيبيها يا مدام انا معاها وانا بتاع كفته، ما انا في البسين معاها. فقمت بصراحه سبتها، فقام منططها قال لها انزلي نطي يلا. قامت نازله نطه في قلب البسين. كانت إيه يعني، قام هو في ثواني وقام ايه لحقها. قلت له ايه الحق؟ قال لي خلاص يا مدام. فهو كسر حته ان هي الجراءه دي بان انت هتنزلي لوحدك، اديك نزلتي. ايه اللي حصل؟ قالت له اشرق. قال لها طيب شفتي بقى مفيش نزول لوحدها جنة تاني. من ساعتها الحمد لله تقول لي اشرق لوحدي، قلت الحمد لله. فدي كانت اول مشكله عندنا في البسين، ودي كانت اول مشكله والحمد لله اتحلت. تاني مشكله بقى عندنا ان جنة بتفتح بقها في قلب البسين او في قلب حمام السباحه. طبعا قالوا لها لما تفتحي بقك وتشربي ميه بتشرق. قالت لهم اشرق. قالوا لها اه اقفلي بقك. هي بقى من النوع اللي كانت تنزل البسين او حمام السباحه او في البحر بقها تشرب ميه وتشرق من الميه اللي بتشربها. فطبعا اتعودت الحمد لله والشكر لله، وهذا من فضل الله عليا وعليها، ان هي الحمد لله اتعلمت انها تقفل بقها وهي في قلب البحر او بسين او حمام سباحه او كده. وتالت مشكله كنا برضو بنمر بيها اللي كانت اول واحده اللي هي تنزل بهدومها وفي اي وقت وعايزه لوحدها. تاني واحده ان هي بتشرق. تالت واحدة ان هي عايزة تقعد فترة طويلة. انا كنت اخدها واروح مرسى مطروح، احنا لينا فيديوهات على القناة في مرسى مطروح. انا قعدت يعني كنا بننزل مثلا بعد نصلي الظهر وننزل ما تطلعنيش الا المغرب، مش عايزة تطلع من البحر فترة طويلة طويلة جدا ومش عايزة تطلع. دلوقتي الحمد لله اتعودت ان البسين مدة معينة او البحر فترة معينة ولازم نطلع بعد كده. فدي كانت 3 حاجات الحمد لله والشكر لله كانت عايزة تتعدل فيها سلوكها، والحمد لله اتعدلت فيها سلوكها. بصوا هنا اهوت هي
بتطرطش، قامت الميه جايه في بقها، قلنا لها اقفلي بقك وانت في قلب البسين، قامت قافله بقها. الحمد لله والشكر لله، هذا من فضل الله. ربنا يا رب يخليهم لنا ويشفيها ويعافيها ويشفي كل مريض. هو البسين مش عوم يا جماعه، مش تعليم عوم. جنة بتروح كمان الأكاديمية بتودي الولاد كلها ذو الهمام اللي معاها، العسلات اللي معاها، وجنة عشان المية بتخلي الطفل يطلع الطاقة السلبية، والطفل الهايبر بيهدى في قلب المية. لو عندك طفل حركته سريعة وكتير، ويعني هو عصبي وارجنت يعني بيبقى يعني بيتحرك كتير او بيتكلم كتير، فانت هديه خليه يلعب بايديه تحت الميه، يغسل ايده بميه كتير يعني فتره طويله كده، او قعديه في ميه. الميه بتهدي الاعصاب يعني بتهدي الهيبره، وحلوه جدا ومهديه للاعصاب. دي الميه مش مجرد سباحه، لا الميه علاج، كمان علاج مائي. البسين مجرد علاج مائي، مش تعليم سباحة فقط لا غير. احنا بقى يعني هم بيعلموا بصراحة. الأكاديمية دي جميلة جدا جدا جدا. واللي عايز يا جماعة عنده يعني ابنه أو بنته يكلمني خاص، وأنا هأديهم التليفون وأديكوا العنوان، لأن هي ما شاء الله الأكاديمية دي بصراحة ربنا ناس بتتقي ربنا، وناس بتتعامل معاهم بيشغلوهم صح، بيخلوا وقتهم كله مش فارغ. انا قبل ما بنتي تخش الاكاديميه دي كانت تقول لي يا ماما انا زهقت من حياتي، انا مخنوقه، انا مش عارفه اعمل ايه. كانت كل يوم بتصحى من النوم عايزه انزل اتمشى، تتمشى وترجع، وما بتحبش تروح عند حد وتقعد عند حد، ولا عند خالها ولا عند خالتها. لو راحت 5 دقايق وتمشي، ما تروحش تقعد عند حد. فيعني كانت مخنوقه ومتضايقه. فهناك بقى بتلاقي نفسها يوم بسين، يوم تحفيظ قران، يوم طبعا مع كمان مهارات تانية. يعني اليوم ما بيبقاش يوم بسين لوحده، مشي على المشاية، بيمشوا على المشاية، بيتعلموا الحروف، بيتعلموا الأرقام، بيتعلموا الألوان، بيتعلموا ازاي يقولوا عايزين كذا، يستأذنوا. فهي ما شاء الله جميلة 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 جدا. وربنا يا رب يشفي أولادنا جميعا، كل مريض ويشفي كل مريض، واللي ما ادالوش ربنا ذرية يديله يا رب، يعطيه حتى يرضيه ذرية صالحة يا رب، اللهم امين. شافية عافية يا رب، من غير اي حاجة فيها، تكون ذرية صالحة بإذن الله. واللي عنده ذو الهمام العسلات دولت، ربنا يبارك لهم فيها، دول اللي هياخدوا ايدينا ويدخلونا الجنة يا رب، نكون من اهل الجنة ويبقوا هم سبب لدخولنا الجنة. فنهتم بيهم ونراعيهم في الله، لان دولت مش ذنبهم حاجة، ولازم نراعيهم في الله ونهتم بيهم. انا عندي جنة هي الاول والاخير في حياتي، ربنا يخليها لي ويدي كل مشتاق يا رب، ما يحرمش حد من ضناء ابدا، ويعطي كل مشتاق يا رب، اللهم امين، ويشفي كل مريض. هنا بقى خلصنا حمام السباحة، بديها انا الشاور بتاعها وبلبسها، وبعد كده بديها الباص، لان الباص بياخد الولاد كلهم بيروحوا بقى يكملوا اليوم على الأكاديمية، يلعبوا على المشاية، يحفظوا قرآن، بيتعلموا كولار في الموسيقى، بيلونوا. ما شاء الله جميلة زي ما قلت لكم، ربنا يبارك فيهم. وحبيت اشارككم معانا يومنا مع جنة، وربنا يسعدكم. وهم كمان معايا على الجروب بتاع جنة، بعتولي صورها وهي هناك في الأكاديمية، وانا قاعدة في البيت بعرف جنة بتعمل ايه، وهي قاعدة بقى. لو وصلتوا لغاية هنا بقى اشتركوا معانا وفعلوا الجرس عشان اي فيديو جديد ينزل لكم يجيلكم اشعار بيه، وما تنسوناش في اللايك بقى.